الهاردات الاكسترنال العادية ما بقتش حل عملي خالص، اخرنا نخزن عليها او نستخدمها باك اب، لان بالرغم من ان مساحتها كبيرة لكنها بطيئة وكمان حجمها الخارجي كبير. عشان كده الشركات طورت بدائل تانية. من فترة ظهر اكسترنال اس اس دي، حجمه الخارجي صغير وبيقدم سرعات ممتازة. لو شغلك كله تنقلات في كذا مكان وعلى اكتر من جهاز وعايز مساحات كبيرة وسرعة نقل 10 اضعاف الهارد العادي و20 ضعف الفلاشة العادية، يبقى الفيديو ده عشانك يا صديقي. معانا اختراع جامد من اي داتا، اكسترنال اس اس دي موديل اس سي 735. هيا بنا في رحلة شهابية جديدة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك الجديد، واكتب لي تعليق حلو زيك كده. الاكسترنال بيجي في علبة خارجية بسيطة بالسيم المميز لاي داتا، عليها صورة ملونة للمنتج وبعض المعلومات. ومن جوه بنلاقي الاكسترنال جوه كفر بلاستيك شفاف، يعني تغليف بسيط وبيأدي الغرض. الاكسترنال اللي معانا متوفرة بأحجام 1 و2 تيرا، وهنجرب النهاردة النسخة ال1 تيرا. SCC 735 بتيجي باللون الأسود وفيها خطوط زرقاء، الظهر بتاعها لونه أسود، عليها كلمة اي داتا والجنب التاني فيه بعض المعلومات، وفي النص كده بنلاقي زرار صغير بنطلع بيه سوكت التايب سي أو ندخله لجوه. حجم الاكسترنال الخارجي صغير جدا، يعني كأنه ولاعة جيب، من أصغر الاكسترنال SSD اللي ممكن نشوفها. خامات التصنيع من البلاستيك، الوزن خفيف بزيادة قوي، يعني 13.5 جرام تقريبا. الاكسترنال شغال بنظام اليو اس بي 3.2 جين 2، ومعدل النقل فيه بيوصل 10 جيجا في الثانية. سرعة الاكسترنال في القراية والكتابة حسب مواصفات الشركة بتوصل 1000 ميجا في الثانية، يعني 1 جيجا تقريبا. عندنا حماية من الصدمات، يعني يستحمل وقعات من ارتفاع لغاية 1.25 متر تقريبا. لما بنشغل الاكسترنال بنلاقي لمبة صغيرة كده بتعمل فلاش كدليل على انها شغالة. الاكسترنال مدعوم مع الويندوز والسمارت فونز، يعني الاندرويد والماك والايفون، كمان بيدعم البلاي ستيشن 5 والاكس بوكس. هيدوس معانا في اجهزة كتير، ودي نقطة قوة كبيرة. معانا ضمان من اي داتا لمدة 5 سنين. سعر الاكسترنال بحجم ال1 تيرا $85، يعني حوالي 4000 جنيه مصري. جربنا الاكسترنال على جهاز الاختبار بالمواصفات الظاهرة على الشاشة، عملنا تيست للسرعة من خلال برامج البنش مارك المختلفة. النتائج كانت كويسة جدا، يعني وصلنا تقريبا للمعدل المعلن عنه على الموقع الرسمي، من 800 ل 1000 ميجا في الثانية. الحرارة بدأت ب40 درجة ووصلت 60 مع أعلى ضغط، وده ممتاز جدا، مفيش أي سخونة حتى لو بسيطة. ملحوظة مهمة جدا، وحدات التخزين من النوع ده أو الاكسترنال اس اس دي بشكل عام مش اعتمادية بنسبة 100%، يعني ما تتعاملش معاها معاملة الهارد العادي ال HDD أو حتى معاملة ال MD2 اللي بيبقى فيه دي رام كاش. ما تنتظرهاش تعيش سنين بشكل مستقر وثابت، لكنها على قد استخداماتها وإمكانياتها وحجمها وسعرها. ركز في النقط دي، بالنسبة للحاجات دي هي عظيمة، لكن الاعتمادية والعمر الطويل ما ينفعش نقارنها باللي قلناه، لأنها قصة تانية خالص. وجب توضيح النقطة دي للأمانة، يعني لا تقلق، عمو شاب دايما هيجيب لك المفيد. SCC 735 مميزة لأي حد بيتنقل كتير. انت حرفيا معاك سرعة 2 SSD، هنشتغل بمعدل 1 جيجا في الثانية في القراية والكتابة. كمان هنقدر نوصلها تايب سي مع أي كمبيوتر أو سمارت فون أو حتى بلاي ستيشن وإكس بوكس. فلو بتتحرك كتير وبتنقل داتا من صحابك في أكتر من مكان ومحتاج وحدة تخزين شكلها شيك وتتحط في الجيب وكمان سرعتها عالية، يبقى رشح لك اي داتا SCC 735، هتسد معاك جدا.